السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب بصحة وسعادة على كل حبايبي اللي متابعيني. الكيكة اللي قدامنا دي هي كيكة بالفواكه، فواكه الموسم. كيكة حلوة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. احنا قلنا نعمل حاجة حلوة كده في العيد لأولادنا، وان شاء الله تعجبكم لما تجربوها وتعملوها معايا بإذن الله. شكلها زي ما انتم شايفين كده طالع حلوة قوي، والفاكهة باينة فيها من فوق اهي. يلا بسرعة نعرف عملناها ازاي. عندنا المقادير بتاعة الكيكة العادية خالص، كأننا هنعمل كيكة عادية. عندنا كوبايتين من الدقيق، وهنحتاج لهم كيس كامل من الكيك شيف او البيكنج باودر، 4 بيضات، وطبعا كيس فانيليا، وعندي 3/4 كوباية من السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، لو عايزة تزودي براحتك. 3/4 كوباية زيت، و3/4 كوباية لبن، ممكن مش نحتاجها كلها. وعندي كوباية كبيرة من العنب متفصص اهو قدامك، وكوباية من المانجا المتقطعة مكعبات. طبعا الفواكه اللي عندك ممكن تشتغلي بيها، يعني مش شرط عنب ومانجا بس، عندك بطيخ، عندك كنتالوب، ممكن تحطي كله مع بعضه. هقلب دلوقتي الصفار بتاع البيض، انا فصلت البياض عن الصفار. هقلب الصفار لوحده طبعا مع الفانيليا، وهبتدي احط السكر شوية شوية، واضرب بمضرب الكهرباء لحد لما السكر يدوب. طبعا زي ما قلتلك السكر ده حسب الرغبة، لو انت عايزة تزودي اكتر ممكن تزودي. هحط الزيت برضو شوية شوية واضرب، عشان انا عايزة المكونات تتجانس كلها مع بعضها وتدخل في بعضها. هضرب بقى كويس جدا لحد لما احس ان السكر داب معايا. واخر حاجة هحطها اللبن. احنا هنا حاطين كوباية الا ربع من اللبن، ممكن انت تحطي نص كوباية بس. يعني انت دي بقى انت تقدري انت اللي يعني تتحكمي فيها، على حسب طبعا نوع الدقيق بتاعك، عشان ما تبقاش مكتومة وتبقى هشة وعالية. خلاص كده ضربنا كل المكونات السايلة مع بعضها. طبعا لسه ما حطيناش بياض البيض، احنا ضاربينه لوحده وحاطينه على جنب دلوقتي. بس كده كفاية. هجيب بقى الدقيق، دول كوبايتين من الدقيق المنخول، احط عليهم طبعا البيكنج باودر او الكيك شيف، وهقلبه كويس. الخطوات قدامك اهي واحدة واحدة. لحد دلوقتي خطوات الكيكة العادية خالص، مفيش اي اختلاف. هقلب البيكنج باودر كده مع الدقيق، وهنزل بيه شوية شوية على السوائل اللي ضربناها مع بعض. هنزل كده شوية شوية واقلب من تحت لفوق، علشان اسمح للهواء يدخل في الخليط بتاعي، وتبقى الكيكة هشة وجميلة مش مكتومة. شوية شوية كده مع التقليب برضو من تحت لفوق، لحد لما اخلص كل كمية الدقيق اللي عندي. كده انا قلبت كل الدقيق مع بعضه، وادي بياض البيض هنزل بيه شوية شوية، حبة حبة كده، واقلب برضو من تحت لفوق. والخطوة دي مهمة جدا جدا. انا زي ما انت شايفة انا ضربت بياض البيض لوحده. طبعا حطيت له معلقة خل، للي مش عارف حطيت له معلقة خل وضربته كويس جدا، اداني شكل الكريم شانتيه كده المخفوق ده. الخطوة دي بتخلي الكيكة هشة وجميلة جدا وتعلى معايا في الفرن. هقلب كده كويس من تحت لفوق. شايفة بقى الخليط بتاعي بقى عامل ازاي كده؟ خلاص. هاجي بقى لأهم خطوة في الكيكة بتاعتنا النهاردة، وهي الفواكه. هحطهم كده في بولة مع بعض. ادي العنب ومعاه المانجا، وهحط عليه كبشة من الدقيق، واقلبهم كويس جدا مع بعض. والخطوة دي بتفيد في ان الفاكهة ما تقعش في قعر الكيكة من تحت، او حتى لو وقعت بس بتبقى متغلفة بالدقيق ده، فما بتتحرقش، ما بتتلسعش مني وانا بسويها في الفرن. هقلب كده على قد ما اقدر كله
وزي ما قلتلك ممكن تزودي قطع بطيخ بتعلي التست جامد جدا في الكيكه بتاعتنا. بعد ما قلبت الفاكهه هحط كده معلقتين كبار في قعر الحله الصينيه. طبعا الصينيه بتاعتي مبطناها زيت او سمنه وشويه دقيق. هحط شويه من الفاكهه كده في القعر، وبعدين هفضي بقى بقيه الفاكهه بتاعتي كلها في خليط الكيكه نفسه زي ما انت شايفه كده، وهقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم ان هي شكلها جميل جدا والله حتى من قبل ما تستوي، وريحه الفاكهه مع المكونات بتاعه الكيكه شهيه جدا جدا. ان شاء الله تعجبكم وهتعجب اولادكم جدا جدا، بس ما تنسونيش في الدعاء واللايك والشير طبعا. هصب بقى الخليط على الفاكهه اللي حطيتها في القعر بالشكل ده، هحطها كده واسويها كويس. وانا بقى محضره عندي كده قوالب فخار صغيره. طبعا لو عندك اطفال صغيرين بيحبوا الطريقه دي قوي، ان انا احط لهم كده كل واحد لوحده الطاجن بتاعه لوحده، بتبقى لذيذه جدا. احط شويه كده، طبعا هتحطي لحد نص الفخاره بس عشان هي هتنفش معاكي في الفرن. طبعا الفخارات دي انا دهناها زيت، هي مش محتاجه اكتر من كده. هفضي بقى بقيه الكميه في الصينيه بتاعتي واسويها كويس. وما ننساش ان الفرن والع من قبل ما ابتدي في خطوات الكيكه عشان يسخن براحته. بولعه من قبل ما ببتدي بحوالي ربع ساعه علشان يسخن براحته، وبعدين اخد الخليط الجميل ده وادخله الفرن واسيبه لحد لما يستوي. طلعت الكيكه بتاعتي خدت حوالي ربع ساعه في الفرن، شكلها جميل قوي زي ما انتوا شايفين كده، اللي في الصينيه واللي في القوالب الفخار. طبعا انا سبتها لما تهدى شويه علشان اعرف اقطعها او اوريكم شكلها. دلوقتي انا هقلبها عشان تشوفوا شكلها من تحت، الفواكه عامله فيها ايه اللي احنا حطيناها في القعر عشان تبقى على الوش. اللهم صل على النبي، شايفين الجمال؟ كأنها بيتزا مثلا او حاجه كده، صح؟ شكلها لذيذ جدا. دلوقتي هقطعها معاكم واوريكم شكلها من جوه. ريحتها حلوه قوي، ريحتها جميله، ريحه الفاكهه فيها كده، المانجا مع العنب اللي انتوا شايفينه ده، ريحته حلوه قوي قوي. وعايزه اقول لكم الطعم بيبقى حكايه، لان العنب فيه سنه مزازه والمانجا كمان زيه، فهيدي مع الكيكه طعم حلو قوي قوي قوي، وهتعجب ولادنا قوي قوي ان شاء الله. ادي شكلها وادي علوها، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا وهشه جدا جدا، مش مكتومه ولا حاجه. شايفين الشكل؟ بتمنى تجربوها، وكان نفسي تبقوا معايا دلوقتي وتشوفوا الشكل على الطبيعه وتدوقوها كمان. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. الكيكه بفواكه الموسم ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واكتبوا لي تعليق حلو زيكم يا حلوين. وشكرا، واشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد.